خليك في حالك يا كابتن لو سمحت، خليك في حالك بعد اذنك. يا كابتن انا عارف ان انا مقصر في بعض الحاجات وان انا حالي مش عاجبك. طب ما انت كمان يا كابتن حالك مش عاجبك، لانه لو كان عاجبك كنت خليتك فيه، كنت اتسحلت، كان زمان وراك التزامات وراك حاجات. انت استسهلت بقى يا كابتن، انت لقيت حالي مش عاجبك وحالك مش عاجبك فقررت ان انت تخليك في حالي. طب ما تخليك في حالك يا كابتن لو سمحت. لما تبقى بار باهلك وتصلي الفروض كلها وتستقر ماديا وعاطفيا واجتماعيا وعلميا وتقفل الحياه اللي ما بتتقفلش اصلا لان احنا جايينها عشان نعاني، يبقى خليك في حالي يا كابتن. غير كده خليك في حالك لو سمحت. لو سمحت يا كابتن خليك في حالك، ما تنصحنيش برضو. يا عم احنا لو كلنا سمعنا كلامك ومشينا بخطتك واشتغلنا وحطينا القرش على القرش وكافحنا وعملنا بلان ونجحت وبقينا كلنا اصحاب مصانع وشركات، ما فيش عماله يا ابني. هنبقى قاعدين كلنا اونرز بالبدل والسيجار وكل واحد معاه سكرتيره عود والمصانع واقفه عشان ما فيش عمال. كلنا نجحنا ما شاء الله، كلنا بقينا اصحاب راس مال. فسيب الحياه لميزانها الطبيعي وسيبنا انا افشل، سيبنا انا ابقى مع العمال. يا عم لو قلبك عليا بقى شغلني ساعتها اي حاجه، بقى شوفني بحاجه، بس ما تنصحنيش برضو. كابتن استمحيك عذرا وده طلب اخوي بجد. لما تبعت لي على الواتساب وما ردش ما تتصلش بيا. لما تتصل وكنسل ما تعديش عليا. لما تعدي وما نزلش ما تشكش فيا. انت ليه بتعمل كل ده اصلا يا كابتن؟ احنا مش مخطوبين. انا يا عم هخلص هروق واكلمك. انا ما بعمل، ممكن اكون نايم، ممكن اكون مشغول، ممكن اكون مسحول، ممكن اكون هخلص وهكلمك. كابتن استمحيك عذرا لو سمحت، والموضوع ده اتكلمنا فيه كتير قوي. انا مش كل ما مرتبط بواحده لازم اشوف لك صاحبتها. مش كل ما تعين في شركه اكلم لك واسطتها. مش كل ما العب بلاي ستيشن عايز هجمه اجيب بيتزا تاخد قطمه. انت هتعمل ايه طب في حياتك؟ دورك انت ايه؟ مفيش. هتحكي ايه لاولادك؟ مش هتحكي لهم حاجه، تحكي لهم على اللي انا عملته، اللي انا هحكي لاولادي. فتكرار قوي زهق. ما تعمل انت حاجه بقى عشان تحكي انت حاجه. كابتن من فضلك ما تتكلمش على لساني برضو. ما تتكلمش على لساني، انا مخارج حروفي واضحه وغسل سناني، فانا لو عايز اقول حاجه اقولها. تتكلمش على لساني يا كابتن. حتى لو عايز تحسن صورتي قدام حد، جايز الحد ده انا عايزه يشوف صورتي مبكسله، هو انسان قذر، انا لما شافني وحش وبعد عني انا اللي كسبت. انت مالك يا عم؟ انت ليه شاغل بالك؟ انا بعمل. خليك في حالك يا كابتن لو سمحت، والله كل حاجه هتحل لو خليتك في حالك. هنلف نلف نلف ونرجع ان انت لازم تخليك في حالك. فخليك في حالك كابتن من فضلك، من فضلك. فاكر زمان يا كابتن لما قلت لك ما تهزرش معايا؟ انت من ساعتها وانت بتتكلم معايا بجد كلت دماغي. هزر يا كابتن معايا تاني بعد اذنك. حتى الهزار ما بحبوش هزروا معايا وهزروا قدام الناس وايه اللي مني، بس تتكلمش معايا بجد. احنا لما نقعد على القهوه اصلا نتكلم بجد. هنعمل ايه في الشهر العقاري؟ طيب هنعمل ايه في السجل المدني؟ ما تخلي القهوه دي للافيهين اللزاز وكوبايه شاي بالنعناع وعشرتين طاوله ونروح. ما تطرحش برضو حلول سياسيه على القهوه لان ما حدش طلب رايك ولا حد هينفذه ولا حد عارف انت مالك. ما تطرحش انت بتطرح ليه على القهوه؟ خليك في حالك يا كابتن. والله العظيم ثلاثة كل الحياة بتتمحور حوالين ان انت تخليك في حالك. اول ما هتخليك في حالك تلاقي الدنيا ظبطت من كل النواحي معانا كلنا. لان انت بتشتكي بقالك فترة ان كلنا متغيرين معاك، ده ما لفتش نظرك لحاجة؟ خليك في حالك يا كابتن ارجوك. ارجوك خليك في حالك لو سمحت، من فضلك. مش معقول، انا مش معقول. انت بقيت شخص لا تطاق بجد. شاغل نفسك بالناس ومين بيعمل ايه ومين راح فين ومين جه منين وانت ملط. زي ما سبتك من ستة ابتدائي عند الكانتين ما وصلتش لحاجة لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي، ما عملتش حاجة في حياتك خالص. فخليك في حالك، استأذنك خليك في حالك.